السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية متابعيني الكرام. صلوا على شفيع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ معاكم الوصفة نتمنى إعجاب الفيديو، أيضا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس، وشرفوني بتعليقاتكم وآرائكم، ونبدأ الوصفة على بركة الله. في الوصفة عندي حريرة كما شفتوا معايا بالخضر والعدس الأحمر، وأيضا بطبوط محشي حشوة رائعة. راح تشوفوا معايا الوصفة يعني في الفيديو. هنا عندي الخضر بصل كورجات بطاطا جزر، وأيضا طماطم مقطعة قطع صغيرة وطماطم مصبرة. عندي أيضا عدس أحمر حوالي نصف كاس، وعندي معدنوس مقطع قطع صغيرة بالأغصان تاعو تقطعيهم. أيضا هنا عندي التوابل كركم زنجبيل راس الحانوت وكزبر، وأيضا ملح حوالي نصف ملعقة من الملح. نجيب القدرة نتاعي راح نحط فيها حوالي ملعقتين من الزيت النباتي. راح تحطي الخضرة نتاعك، راح تحطي كل شيء مع بعضاه يتقلاو مليح. المعدنوس راح نضيف المعدنوس، وأيضا العدس الأحمر. أيضا راح نضيف هنايا التوابل يعني وتخليهم كامل يتقلاو مع بعض. بعد ما تقليهم مليح حتى لو نشوفوا الخضرة نتاعك زبالت، يعني لازم يدخلوا كامل النكهات هذوك مع بعض. هنا بدون دجاج كما شفتوا معايا، بدون لحم، برك العدس الأحمر راح يعوض لي هذا الاثنين. راح تقليه بنصف كاس فقط من الماء، تخليه على نار هادئة يتقلى حوالي 20 دقيقة. قد ما تقلى قد ما يكون تجيك النكهة تاعو مليحة. خليها هنايا تتقلى ونرجع لكم نمرقها. بعد ما تقلات هنايا قلات مليح على نار هادئة، راح نضيف الماء، راح نعمر كامل القدرة نتاعي ونخليها طيب على نار متوسطة. نروحوا الآن للحشوة نتاعي تاع البطبوط. في الحشوة عندي طماطم هنايا قطعتها قطع صغيرة، أيضا توابل عندي كمون زنجبيل كركم وتوابل الدجاج، وعندي الملح حوالي ملعقة صغيرة فقط من الملح. عندي بصلة قطعتها قطع صغيرة، وأيضا تقدري ديريها شرائح يعني ما يهمش. أيضا عندي هنا الدجاج يعني صدر دجاج نصف الصدر درتو. تقدري تستغني على الدجاج وديري اللحم المرحي أو ديري الطونة، تقدري تستغني عليهم في زوج يعني ما يهمش. هنا حطيت حوالي ملعقتين من الزيت النباتي ولا زيت الزيتون. تحطي البصلة نتاعك مع التوابل وتخليهم يتقلاو مليح. كي تشوفي البصلة نتاعك ذبلت راح تحطي الدجاج نتاعك. اذا كانت طونه راح ديريها في الاخير، واللحم المرحي بنفس الطريقه. راح نضيف هنايا طماطم مقطعه قطع صغيره. هنايا استغنيت على طماطم مصبره، بعد ما تذبل راح نضيف الجبن. ونروحوا الان للعجينه نتاعي. في العجينه هنايا عندي حوالي 4 كؤوس من السميد يكون رطب. في هذه الوصفه استغنيت على الطحين الابيض او الفرينه كما شفتوا معايا. استغنيت ايضا عن السكر، يعني جات وصفة ما شاء الله. نتمنى أنكم تجربوها. العجينة تاعها جات هشيشة، والبنة ثاني ما نحكي لكمش. هذه في السميد هذا درت قلنا 4 كؤوس تاع سميد رطب، حوالي كاس تاع مملوء من الزيت تاع التاي، وأيضا نصف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وأيضا الملح حوالي ربع ملعقة فقط من الملح. راح تلمي بهذه الطريقة، تخلطي كامل المكونات. برك الملح راح تخلطيه في الاول ساعة مع العجينة، بعدها باش تضيفي الخميرة الخبز. راح نلمها بهذه الطريقة، راح تعجنيها حوالي يعني 5 دقائق فقط. اذا كان ارطب يعني ما يشدلكش يعني ياسر الوقت، لانه ليه يتعجن. راح نخليه هنا يرتاح، بعدها راح نعجنه بهذه الطريقة. تخليه يعني يشرب شوية ومن بعد تكملي تعجنيه بهذه الطريقة. طريقة العجن كنت درت معكم خطرة فيديو كيفاه تعجنوا يعني المبتدئين اللي ما عندهاش بيترا ولا. هنا راح اخليها ترتاح. شفتوا معايا العجينة تكون طرية شوية، مش طرية يعني لانها النوعية تاع السميد من بعد تشرب وتشد روحها. كما شفتوا معايا هنايا راح ديريها بايد فقط يعني بهذه الطريقة. راح نحلها بالحلال
يعني السمك نتاعها ما يكون خشين ما يكون رقيق. راح تذري عليها السميد لانه سميد ما يخليهاش تلصق. كما شفتوا معايا وصفه يعني الزيت ما درتش بزاف الزيت. تحلي الطابع نتاعك، يعني اي طابع عندك، تحبي ديريها كبيره تحبي ديريها صغيره، اختيار يرجع لك. هنا راح نديرهم كامل بهذه الطريقه. العجينه ما تكونش رقيقه ياسر باش من بعد ما تتقطع لكش كيما نقولوا كي تعودي ديريه في الحشو. نعطيكم عده طرق وانتم اليكم الاختيار. راح تحطي هنايا حشوه، يعني تيا ما تكثريش، راني كثرت هنايا خرجت لي شويه من بعد. راح تشديها بهذه الطريقه. يعني الوصفه هذه جات يعني بنينه ما شاء الله، خاصه كي تكون هكا سخونه تاكليها مع الحرير راح تجيك ولا اروع. هنايا راح نخليهم يعني كيما هكذا، راح تضغطي عليها تسكريها. هنا انتيا ما تحشيهاش ياسر باش ما تتقطع لكش، والعجينه تاعك ما تكونش طريه ياسر باش من بعد ما تتقطعش، تكون شويه شويه. تقدري ديريها بهذه الطريقه، يعني تغلقيها كيما هيك. هنايا كيما شفتوا معايا طريقه. تقدروا ايضا تقطعوها دوائر، بصح وشيه تكون خشينه شويه، يعني العجينه تكون خشينه كيما المطلوع. تقسموها هكذا دوائر، تخلوها حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق ترتاح، بعدها طيبوها على الطاجين عادي، يعني طاجين تاع الكسرة تاع المطلوع. هكذا ايضا طريقه اخرى ديروها بهذه الطريقه راح تجيكم ثانيك ما شاء الله. تقدروا ترمدوها في الشابلور، يعني بياض ولا بيضة، تحلوا بيضة تدخلوها في البيضة ديروها ترمدوها في الشابلور وخبز مرحي، بعدها راح تقلوها في الزيت راح تجيكم ثانيك يعني مليحة. هنا حاولت أنا فقط نستغنى على الزيت. هنايا كما شفتوا معايا راح نطيبها في الطاجين عادي تاع الشخشوخة. هنا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة، راح نطيبهم ونروح نرحي أنايا الحريرة تاعي كما شفتوا معايا. هاي ليك الحريرة هنايا واجدة، نروح فقط نرحيها نوجدها ونتلاقاو إن شاء الله في صحن التقديم. رجعت لكم الآن بعد ما وجدت طاولة التقديم نتاعي كما شفتوا معايا. الخبز اللي كنت هذا طيبته وحده بدون حشو، حليته بعدها وحشيته من الداخل بنفس الحشوة اللي كنت درتها معاكم وجدتها معاكم، فقط ضفت له الكرم هذا البنفسجي يعني، ولا تقدري ديري له سلطة أيضا ولا بطاطا. هنايا الحشو اختياري يرجع لكم انتوما. ايضا هنايا الحريره جات ما شاء الله تزيين اختياري. هنا التزيين درتو بالكرم فريش. البنه ما نحكي لكمش جات ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفتين وتكتبوا لي ارائكم وتعليقاتكم على الفيديو. ما عليا غنقول لكم اخواتي الكريمات دمتم بالف خير في فيديوهات جديده وفي وصفه جديده ان شاء الله.